السلام عليكم الأحباب، كي راكم دايرين؟ نتمنى كاع تكونوا بخير وعلى خير. يا درا كي راكم مع رمضان، كي راكم عشقة، كانش تعب كانش عبادة. إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. اليوم جبت لكم طريقة عمل محبوب الجماهير. ما يفوتش رمضان على العائلة الجزائرية بلا ما نحضروا طاجين الزيتون على الأقل 2 خطرات ولا 3 في رمضان. كما قالت بنت الجيران امبوسي، ما يمكنش. اليوم جبتها لكم بطريقة سهلة وبسيطة وغير بالدجاج والمرقاجات عاقدة وخاطرة والبنة ما نحكي لكمش. نتمنى تقعدوا معايا خواتاتي حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا كل التفاصيل وفرجة ممتعة. اول حاجة بديت بها هنايا، جبت الطاجين تاعي، درت فيه كمية من الزيت وزدت عليه نص مغرف تاع السمن، خليت السمن داب مع الزيت وحطيت فيه لي مورسو تاعي تاع الدجاج وبديت نقلي فيه. وهنايا راح نبدا نتبل. درت الملح، درت فلفل اسود، ودرت شوية تاع زعفران. نقعد نقلي في الدجاج تاعي ونقلب فيه باش يدي اللون ويدي النكهه. زدت هنايا ورقه تاع الرند، وزدت شويه تاع سكنجبير، نص مغرف تاع سكنجبير. وفي هذه المرحله خواتاتي ضيفوا البصل. انا البصل نسيته نهائيا، طحنته في الاشواغ وخليته ورايا، ما فقتش باللي ما درتهش. وهنايا زدت شويه تاع طوماطيس الحبه، راني مطيبتها ودايرتها في المجمد. نتوما ديروا نص حبه صغيره تاع الطوماطيس، ما تكتروش بزاف باش ما يجيكمش حامض. وما تضحكوش عليا الشيرات، قلت لكم راني نسيت البصل. تقول عمري لا طيبت، عمري لا دخلت الكوزينه. لا غالب اختكم راها صايمه والضغط تاع الاختبارات والجري والوقت ضيق. نتمنى ما تضحكوش عليا خواتاتي. هنايا درت الزيتون ومرقت. حتى كي مرقت وكملت عاد فكرت روحي بلي مانيش دايره البصل. نشوف الطاجين تاعي غير الماء والزغاريت، قعدت نقول شرخ خاصني. انا درت ورايا وانا نقع البصل قاعد كيما هو في الاشواخ. هذا هو. هنايا راني نزيد فيه دركا. غادي نقص النار على الطاجين تاعي ونخليه يطيب. غير في خاطره خلوه يطيب، ماشي النار القاويه اللي تطيب، بالعكس النار القليله هي اللي تطيب وتجمر الماكله وتجيكم بنينه. واحد الساعه كي نشوف الدجاج تاعي طاب نقلعه نوخره دو كوتي. درت له هنايا ملح ودرت له فلفل اسود وراني نفوت فيه في شويه تاع الزيت. تبغوا تحمروه في الكوشه تاني ديروا له شويه تاع دهان وحمروه في الكوشه يدي لون. هنا راه طايب غير يدي لون. انا راني قليته. نقلبه على زوج جهات حتى يتحمر ويدي لون شباب. وهذا هو خواتاتي طاجين الزيتون تاعي على طريقه ام منير. كما قلت لكم كاع نسيت البصل ونسيت درت حتى من بعد، بصح جا بنين جاي يهبل. والمرقه كما راكم تشوفوا راهي عاقده خاطره بنينه كما تاع العراس. اذا عجبتكم الوصفه خواتاتي ما تبخلوش عليا بالاعجابات والتعليقات، وبارطاجوا الفيديو مع العائله والاصدقاء. تهلوا لي في رواحكم، والى الملتقى في وصفات اخرى ان شاء الله. ربي يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم.